السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الحريره المغربيه، الحريره الحمراء كيف ما كتعرفوا. تبارك الله المغربيات راه كلشي كيعرف يحضر الحريره، غادي نقدموها غير مع المبتدئات ان شاء الله اللي اول مره غادي يبغيو يديروا الحريره في هذا رمضان. المهم ان شاء الله غادي نبداو بالمقادير والطريقه. عندنا هنا واحد الزليفه ديال الحمص مفسوخ كيف ما كتشوفوا معايا، وعندي هنا واحد الكميه شويه ديال العدس اللي ديجا فزقتو في الماء باش ما يتحلش لينا في الحريره وتحيد هذيك القشره ديالو، بقى محافظ على القشره ديالو. وعندنا هنا واحد شويه ديال الرز كيف ما كتشوفوا، وعندنا هنا الكرافس والقزبر والمعدنوس، وعندنا هنا مطيشه كيف ما كتشوفوا على حسب الكميه اللي بغيتو. قطعتها على هذا الشكل وواحد البصيله، وغادي نطحنهم ان شاء الله في الهاشوار، وغادي نرجع معكم باش نكملوا الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنت هذيك المطيشه وهذيك البصيله، دابا غادي ناخذ واحد الكوكوط وغادي نخوي فيها هذه المطيشه كما كتشوفوا على هذا الشكل، وغادي نزيد عليها هذاك الحمص اللي فسختو، غادي نزيد عليها داك الرز، وغادي نزيد عليها واحد الحيمه ولا عبايه من اللي عندكم. انا هذا اللي متوفر عندي درتو، واللي بغى يقطع الحيمات ويديرهم اللي متوفر عنده شي حاجه يديرها. غادي نزيدو هذيك الكميه ديال العدس، وغادي نزيدو الكرفس والمعدنوس والربيع. صراحه الحريره كتبغي الكرفس ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. من بعد ما درنا هاد القوام ديالنا غادي نزيدو المليحه، الملحه اللي غادي تكفانا الحريره. صراحه هاد الحريره راه كتجي زوينه. غادي نعطيكم واحد السر اخر من بعد ما غادي ندوروا الحريره. غادي نزيدو شويه ديال الخرقوم، واحد راس معلقه ديال الابزار، واحد شويه ديال سكينجبير، صافي. وغادي نزيدو الزبيده كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نردو الطنجره ديالنا حتى تشحر مزيان فوق البوطه. من بعد ما تشحر غادي نزيدو ليها الماء الكافي فاش غادي يطيب لينا الحماص والعدس. صافي ملي غادي نزيدو لها الماء غادي نسدو عليها ونخلوها حتى طيب. غادي نرجع معكم بعد ما طيب، غادي نشوفوا الحمص واش طاب، من بعد غادي نرجعوا. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طابت لي الحريره ديالي كيف ما كتشوفوا، من بعد ما شحرتها كيف ما قلت لكم وزدت ليها الماء الكافي فاش غادي طيب. دابا من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا راه كلشي طاب. دابا غادي نزيدوا لها الماء اللي يكون طايب كما كتشوفوا على هذا الشكل. ما راني درتو طاب. صافي دابا غادي نزيدو واحد جوج معالق ديال مطيشه الحك كما كتشوفوا. راني خلطتها في شويه ديال الماء سخون. صافي غادي نخليوها تغلي واحد شويه، من بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم السر ديال الدقيق اللي غادي نخلط. كيف ما كتشوفوا من بعد ما غلات لينا الحريره ديالنا، دابا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا اللي خلطتها. هذا هو السر اللي قلت لكم دابا ديال الطحين
فاش تبغيو ديروا الحريره ديالكم غادي انا راني درتو البارح بالليل، خمرت هاد الدقيق خلطته وغطيته في واحد الطويصه كيف ما كتشوفوا وخليته يخمر باش الغد اللي نبغي ندير به الحريره ديالي غنلقاه خامر. الصراحه راه هاد الحريره كتجي زوينه بهذا الدقيق على هذا الشكل. المهم وقت ما درتوا الحريره ديالكم غادي تخليوه واحد شويه في هذيك الطاسه وغادي تعاودوا تخلطوا عليه عاوتاني باش تبغيو ديروا الحريره. الصراحه راه كيجي زوين، واحد المذاق كيجي فيه رائع. غادي نبداو نخلطوا كيف ما كتشوفوا. غادي ندير الدقيق ديالي وغنبدا نخلط. صراحه واخا انا ما خمرش ليا بزاف ولكن راه كيجي زوين. تما درتوا الحريره ديالكم غادي تخليوه شويه في الطويصه كيف ما قلت لكم، وغادي تعاودوا تزيدوا عليه داك الخليط ديال الدقيق وغادي تخليوه يخمر. الصراحه راه كيجي زوين، ما نعاودش لكم، واحد المذاق كيجي في الحريره رائع. شوفي الا خاصه غنزيد شويه وغادي نخلي شويه في الطاسه باش من بعد نعاود نبغي ندير الحريره نلقاه. صراحه راه هاد الحريره كتجي زوينه، نتمنى تعجبكم. اللي جربتها بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم ترد عليا كيفاش جاتها كما كتشوفوا. صافي دابا هذا هو القياس. دابا غادي ناخذ واحد شويه ديال الشعريه كما كتشوفوا اللي غسلتها صافي، وغادي نزيدوها على صافي وغادي نبداو نخلطوا. صافي غادي نخليو الحريره ديالنا حتى طيب لينا ديك الشعريه، ومن بعد غادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديال اليوم. الصراحه كتجي زوينه، نتمنى تعجبكم. كما كتشوفوا قدمت معاها اليوم مسيمنات معمرين بالكفته السيجار، نتمنىهم يعجبوكم. جربوا هاد الحريره ان شاء الله غادي تنال الاستحسان ديالكم. ولا فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.